في هذا الفيديو غنعرفوا شنو السبب اللي كيخليك انك ما تحققش نتيجه او هدف معين او ما ديرش شي حاجه في حياتك، اللي كتبقى من نفس الدوامه انك تحقق نتيجه وكترجع تكون ترجع كيف كنتي، او مثلا باش كدير عاده جديده وداغي كتعاود ترجع كيف كنتي قبل، يعني ما كتستمرش. الجمله اللي كنسمعو ديما واللي هي انك لو بغيتي تحقق شي حاجه في حياتك، بحال مثلا انك دير فورمه زوينه او طيح الوزن او تجيب نقطه زوينه، هي انك دير هدف اللي تقدر تحققه. حتى انا كنت بحال ما هكايا، كنتعامل بها مع العادات ديالي، وكل عاده كانت هي عباره عن هدف خصني نوصل ليه. حتى انا كنت كنحدد اهداف نوصل ليها، بحال مثلا انني نجيب نقطه زوينه او نتعلم لونجلي او مثلا شي حاجه واحده اخرى، ولكن ما كنقدرش نحقق الا شي حاجه قليله. من بعد بزاف ديال المحاولات اكتشفت ان النتائج ما مرتبطاش بالهدف اللي كنحددو، بقدر ما انها كانت مرتبطه بالنظام اللي كنتبعو. يعني شنو الفرق ما بين النظام والهدف؟ وتعلمت نفرق ما بين النظام والهدف من سكوت ادامز، الرسام الكاريكاتور اللي هو مشهور بهاد الشخصيه الكرتونيه، واللي قال ان الاهداف معنيه بالنتائج التي تريد تحقيقها، اما الانظمه فهي معنيه بالعمليات التي تؤدي الى تحقيق تلك النتائج. لما فهمتي شنو قال انا نشرح لك ونعطيك مثال باش تفهم اكثر. لنفترض انك مدرب، فالهدف ديالك هو انك تحقق بطوله في الاخر ديال العام، واما النظام ديالك هو الطريقه اللي كتخدم بها، يعني كيفاش تكون لونطريمون ديالك، كيفاش كتجيب اللعابه، كيفاش تهضر مع اللعابه، كيفاش كتهضر مع المساعدين المدربين ديالك الى اخره. المهم النظام ديالك هو كيفاش كتخدم باش انك تحقق داك الهدف. مثال اخر، الهدف ديالك هاد العام مثلا هو انك تجيب الباك، والنظام ديالك هو الطريقه اللي غتراجع بها الدروس وتحفظ وتخدم الامتحانات باش انك تجيب النقطه. يعني الهدف هو الهدف، كتحدد هدف، اما النظام هو الطريقه باش تحقق داك الهدف. دابا كيجي السؤال اللي مهم، لا تجاهلت الهدف وركزت فقط على النظام، واش غنحقق شي نجاح او لا غنحقق نتيجه؟ وغنجاوب على هذا السؤال بمثال، واللي هو لنفترض انك مدرب كرة السلة، كرة القدم، اي شيء، المهم مدرب، وتجاهلتي انك فهمتي، نسيتي الهدف، خليتي الهدف هو انك تحقق بطولة، وبقيتي مركز على كيفاش، فهمتي، بقيتي مركز مع مثلا مدرب، انت مدرب ديال الكرة، بقيتي مركز مثلا مع اللعاب، بقيتي مركز مع لونطريمون، كيفاش داك لونطريمون يستافدوا منه اللعابة الماكسيموم، وتحاول كل حصة تبقى مركز فقط على انك تطور داك الفريق، وتنسى انك راه عندك شي هدف واحد اخر. يعني ملي غداوم هادشي في الاخر بطبيعة الحال راه غتحقق النتيجة. يعني فقط انك ركزت على النظام وخليتي الهدف. الا بقيتي مركز فقط على النظام راه بطبيعة الحال من بعد غتحقق نتيجة. يعني الهدف ديال كل رياضة هو انها تحقق اكبر نتيجة ممكنة في داك الماتش، ولكن ميمكنش ماتش كامل وانت حاضف له واحد النتيجة انك تشوف شحال ديال عدد الاهداف، او لا مثلا ماتش كامل حاضر وقت الاهداف. الا بغيتي تحقق نتائج مزيانة، نسى انك تبقى تحدد الاهداف، ولكن ركز على كيفاش غتحقق نتيجة. شنو كنقصد بهادشي؟ واش الاهداف ما عندها حتى شي فائدة؟ حاجة باينة واللي هي لا، ولكن الاهداف كتفيدنا باننا نعرفوا فين بغينا نمشيو او لا فين بغينا نوصلوا، اما النظام هو اللي كيخلينا اننا نزيدوا القدام. كيبانوا بعض المشاكل ملي دوز وقت كتر انك تبقى تفكر في النتائج،
وكتنسى النظام اللي غتحقق به داك الهدف أو داك تحقق نتيجة. نعم، المشكلة الأولى وهي الرابحون والخاسرون لديهم نفس الأهداف. والمعنى ديال هادشي هو أننا حنا كنبقاو مركزين مع اللي ربحوا، وكنقولوا الأهداف هي اللي خلاتهم أنهم يربحوا هاد المسابقة، بينما حنا كنتساو اللي خسروا حتى هما عندهم نفس الأهداف ولكن ما قدروش أنهم يربحوا. يعني كل رياضي أولمبي كيبغي يربح ميدالية ذهبية، وكل تلميذ كيكون شي كونكور ديال شي مدرسة عليا كيبغي أنه يتقبل. بما أن الناجحين وغير الناجحين عندهم نفس الهدف، ولكن ميمكنش يكون تحديد الأهداف هو اللي كيدير فرق ما بين اللي ربح واللي خسر، راه عندهم نفس الهدف. فما كانش الهدف الفوز بطور فرنسا هو اللي خلى فريق الدراجات البريطاني أنه يكون في القمة. حاجة عادية أنهم بغاو يربحوا السباق كل مرة بحالهم بحال كاع الفرق اللي مشاركة، فكان الهدف ديالهم هما يربحوا السباق كل مرة. يعني ديما فين ما تكون شي مسابقة أنهم يربحوا، ولكن ما قدروش يربحوا ولو سباق واحد في 100 عام. يعني 100 عام ما قدروش يربحوا ولو سباق واحد إلا فاش طبقوا نظام التحسينات الصغيرة. بين قوسين باش تعرف أكثر على فريق الدراجات البريطاني، بغيتي تعرف كيفاش أنهم 100 عام ما قدروش يربحوا ومن بعد قدروا أنهم يربحوا ويحققوا أرقام قياسية، كيفاش النظام ديال التحسينات البسيطة كل نهار قدروا أنهم من بعد يربحوا ميدالية ذهبية. والرابط راه نخلي لكم في صندوق الوصف، ما تنساوش تفرجوا فيه وتخليوا لي لايك وكومنت. المشكلة الثانية اللي كنواجهو اللي هي تحقيق الهدف ما هو إلا تغير لحظي. تخيل عندك غرفة فيها الفوضى وقلتي مع راسك أنني غندير هدف اللي هو غنجمع الغرفة، فالمهمة ديالك هي أن الغرفة خصها تولي نقية، ولكن لا عاودتي نفس العادات اللي أدت الغرفة بأنها تولي فيها الفوضى، فراه غادي تلقى راسك رجعتي كيف كنتي قبل. وخصك عاوتاني تحدد الهدف أنك تجمع الغرفة، وتكون المهمة ديالك أن تخلي الغرفة نقية، ويحتاج جهد وطاقة. وكل مرة كتعاود فيها نفس العادات غتولي الفوضى، وغتبقى هادي في هاد الدوامة، غتبقى في هاد الدوامة إلا ما بدلتيش النظام ديال أنك تبقى ترمي الحوايج. يعني النظام الأول الحاجة اللي استعملتيها تحاول ترجع لبلاصتها أو تحطها في شي بلاصة اللي ديالها. يعني استعملتي مثلا الجاكيت، يعني ماشي تلبسها تستاهل الاستعمال ديالها، تلوحها. أو مثلا كانت مثلا عندك شي مراجعة ولا شي حاجة مثلا كتبتي ورقة ساليتي منها وصوتيها. فأنك تحقق هذا الهدف فهو إلا تغيير لحظي. كنقولوا كل مرة خصنا نبقاو نبدلو النتائج، ولكن النتائج ماشي هي المشكلة، واللي خصنا نغيرو هو النظام اللي أدى لهاد النتيجة. يعني فاش كتحل شي مشكلة في النتائج راه فقط كتحل المشكلة اللي هي لحظية، من موراها تعاود ترجع باش أنك تبقى تطور ديما وكل نهار. هو أنك خصك تبدل النظام إما يزيد بك القدام أو لا يرجعك الله. شنو كنقصد بهذا الشيء؟ كنقصد هو أنك مثلا ما حققتيش نتيجة في هدف معين، يعني ماشي تبدل الهدف وإنما بدل النظام اللي أدى بك ديك النتيجة. يعني مثلا أنك باغي طيح الوزن، داز شهر وما طيحتي والو ولو كيلو، يعني أنا ما غتبدلش الهدف ديال أن مثلا كنتي باغي طيح 5 كيلو لا غنطيح 10 كيلو، لا بدل النظام اللي خليك انك ما تطيحش داك الوزن. يعني مثلا بدل الماكله ديالك، حاول تحسن الماكله ديالك واللي تكون حسن ودهنيات اقل، سعرات حراريه اقل، وحاول تلقى شي بروغرام
ديال لونطريمون انك تريني باش طيح داك الوزن. يعني ماشي تغير الهدف ان من 5 كيلو غنولي نطيح 10 كيلو، ولكن لا، غير النظام اللي ادى ديك النتيجه يعني اللي ما حققش نتيجه. ودابا جات المشكله الثالثه واللي كيطيح فيها كلشي كيطيح في هذه المشكله، اللي هي الاهداف كتحدد من السعاده ديالك. وكنفترضوا كل هدف انه هو كالتالي: مثلا غنشري ايفون غنكون فرحان، او مثلا غنشري طوموبيل غنكون فرحان، او مثلا غنوصل لواحد الفورمه غنكون فرحان، او مثلا غنجيب نقطه زوينه غنكون فرحان. والامثله ما كتساليش، كل واحد كيفاش كيكون الهدف ديالو، كيقول لك غنحقق داك الهدف غنكون فرحان. المشكله في هادشي هو انك كتكون مركز مع الهدف، والسعاده ديالك كتقول باش نحقق الهدف عاد نكون فرحان. لا، دابا جا وقت الخدمه انضغط على راسي ما نكونش مزيان عقليا، نبقى مبلوكي. علاش؟ حيت خاصني نكون تنحقق الهدف عاد انني نكون فرحان. ولكن شي راه ما مزيانش. وحتى انا كنت كنطيح في هذا الفخ ديما ديما ديما، اللي هو انا كنت شحال من مره كنقول مثلا غنحقق هاد الحاجه غنكون فرحان، ولكن غندير هاد الحاجه غنكون فرحان. ولكن فاش كتحقق داك الهدف معين او مثلا شي حاجه، فراه ما كتكونش فرحان كثر ما يعني ما كتكونش فرحان كما كنتي كتصور. وربما كتحقق داك الهدف كيجيك عادي بحال ما درتي والو. فالاهداف نفسها راه كتخلق صراع، يا اما غنحقق الهدف وغنكون فرحان، او يا اما ما غنحقق والو وغنكون محبوط وداخل في اكتئاب او شي حاجه واحده. العقل ديالك خاصو وقت باش يتاقلم مع شي عاده جديده او تجربه جديده او مسار جديد. يعني راه ماشي غتبدا ديك العاده العقل ديالك غيكون مزيان وغيكون كيحفزك وانك دير ديك الحاجه مزيان. عليك ما يمكنش يتجاوب معك بعض المرات في الاول، خصوصا باش تكون شي عاده جديده او شي حاجه جديده. مثلا عاده مثلا بغيت تريني، من المره اليامات الاولى راه ربما غتريني النهار الاول حيت موتيفي، النهار الثاني الثالث، ولكن من بعد راه العقل ديالك صافي كيحبس، كيبقاش متحمل داك التعب ديال لونطريمون. اي بدايه في اي حاجه ضروري كتكون صعيبه، ولكن فاش كداوم واخا كتجيك صعيبه وكداوم، من بعد كتولي ديك الحاجه عاديه، كتكون كتستمتع فيها. في ديك الساعه فاش كتكون خدام كتريني كتكون ديك الساعه فرحان، يعني ماشي تتبني فورما تكون فرحان ديك الساعه فاش كتكون كتريني. ولكن في الاول راه ضروري كتكون اي حاجه صعيبه، يعني فاش تكون كدير شي حاجه كيعجبك ما كيبقاوش يهموك النتائج، كتكون كتستمتع بديك الخدمه ديالك واخا كتكون صعيبه، كتكون كتستمتع بداك الجهد، كتستمتع بداك الجهد اللي كتخرج. وكيجي واحد النهار والنتائج كيجيو بوحدهم، فقط انك ما ركزتيش على الهدف وبقيتي خدام من بعد كيجي مع الهدف مده طويله. يعني مبقيتيش مركز مع النتائج انها خصك ضروري تجيب هاد المده معينه، واللي كتكون غالبا كتكون مده قصيره. ولكن الا بقيتي مركز مع النظام، يعني واش كدير شي حاجه كتعجبك وكتستمتع بداك الشيء اللي كدير، انا راه ما كتبقاش مركز مع النتائج، من بعد كيجيو النتائج بوحدهم وكيجيو النتائج اكثر من داكشي اللي كتصور. المشكله الرابعه والاخيره اللي هي الاهداف تتعارض مع التقدم طويل الامد. يعني العقليه اللي كتركز على الاهداف، فقط على الاهداف، كتسبب بتاثير اليويو. وتاثير اليويو هو مثلا فاش كتحقق نتيجه ما، يعني فاش كتحقق واحد النتيجه مثلا انك طيح الوزن، فاش كطيح الوزن مثلا 5 كيلو، المهم كطيح الوزن بعد مده، فاش انفو كطيح الوزن كتقول صافي ساليت، وكتعاود ترجع تاكل كيف قبل، ومن مورا عاوتاني كيرجع الوزن كيف ما كان قبل.
هذا هو التأثير، يعني أنك كدير كتحقق نتيجة ومن بعد ما كتبقاش خدام كترجع كيف كنتي في قبل. كتعاود تاني دير هدف انك طيح الوزن، كطيح الوزن، كتعاود تاني طيح انفو كطيح الوزن تاني، صافي مكتبقاش مركز مع الهدف وكترجع دير داكشي اللي قبل وكيتزاد الوزن عاوتاني. كيترينيو الأعداء اللي باغيين يوجدوا شي ميدالية كيترينيو مدة طويلة لشهور، لكن بمجرد انهم كيحققوا الهدف انهم كيفوتوا خط النهاية صافي ديك الساعة كيحبسوا اللونطريمون، الماكلة، النعاس، يعني صافي. يعني الهدف اللي كان كيحفزهم باش انهم يترينيو مبقاش. فاش كتكون مثلا انك خدام كتريني ولا شي حاجة وتكون فقط كتريني على واحد الهدف معين، يعني هدف لحظي، يعني راه ما يخليكش انك تزيد القدام. هادشي اللي كيخلي اللي باغي يطيح الوزن اين فوا كيخدم على راسو كيطيح الوزن من موراها كيرجع ياكل كيف كان قبل. الماكله اللي تسبات في انه ارتفع الوزن كيعاود يتزاد الوزن، عاوتاني كيحدد الهدف انه يطيح الوزن، كيطيح الوزن، كياكل كيف كان قبل، كيتزاد الوزن، كيبقى بهاد الدوامه. فالغرض من الهدف هو انك تربح المباراة، واما النظام هو الاستمرار في المباراة. ومن هادشي كامل اللي هدرنا عليه، من هادشي كامل اللي هدرت عليه، فكنعني بانه يعني الالتزام ديالك بالنظام هو اللي كيخليك انك تزيد القدام. الا كنتي مثلا كتواجه صعوبة باش انك تبدل العادة، فعارف المشكل راه ماشي فيك، او مثلا كدير نفس الغلط حيت انك ما بغيتش تغير، ولكن لا، راه حيت النظام اللي كتبع هو اللي كيخليك انك ما تبدلش العاده. الفيديو كامل كيهضر على كيفاش الفرق ما بين الاهداف والنظام، وشنو هما الاهداف وشنو هو النظام، وكيفاش انك تطور راسك. فما تنساش انك تخلي لي لايك، كومنتير، عطينا الرأي ديالك في هذا الفيديو باش الفيديو اللي جاي يكون افضل، واشترك في القناة وضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله.